الوصفه دي انا متاكده ان انتوا هتلجأوا لها لما تكونوا مستعجلين زي لما بكون عاوزه اعمل اكله حلوه وسريعه ما تاخدش وقت مني. على طول بعمل كفته داوود باشا، طعمها تحفه والصلصه بتاعتها خطيره. عملتها بنص كيلو لحمه بس. مش هتندموا حقيقي بجد لو جربتوها، لان حقيقي حلوه جدا بالوصفه والطريقه دي. قبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يجيلكم كل الوصفات بتاعتي. وكمان دايما انا بحط لينك الفيسبوك والتيك توك لو حابين طبعا تشوفوا هناك الحاجات اللي بننزلها. تعالوا نبدأ مع بعض. جبت نص كيلو لحمة، عليها بصلاية مقطعها كويس قوي ومصفية منها المية، نص كوباية بقسماط اللي هو البودرة، معلقة دقيق، نص معلقة بيكنج باودر. معايا بهارات الكفتة، والبهارات ديت انا هكتبها لكم، عباره عن نص معلقه ملح، نص معلقه قرفه صغننه، فلفل اسود، بهارات لحمه وبابريكا، كل حاجه نص معلقه. كل المكونات دي هعجنها كويس قوي قوي زي ما انتم شايفين. وبعد ما اخلص هعمل اللحمه على شكل كور زي ما انتم شايفين. اخلص كل الكميه بتاعتي بس نص كيلو اعمل معايا كل دوت. هجيب طاسه او صينيه او حله اللي انتوا عايزينه المتاح عندك، واحط فيها معلقه زيت ومعلقه سمنه، وممكن زبده عادي يعني المتاح عندك حطيه. اول ما السمنه والزيت سخنوا نزلت بقى بكل الكميه بتاعتي اللي كانت موجوده، واول ما خدت لون من تحت ابتديت اقلب زي ما انتم شايفين كده. ايدينا فيها ما نسيبهاش خالص، انا عايزاها بس تاخد لون من فوق ومن تحت مش اكتر، لان احنا كده كده هنسويها في الصلصه. بصوا هنا ابتدت خلاص يعتبر الجنبين استووا. هرفعها بقى في نفس الطاسه بتاعتنا او الصينيه بتاعتنا. هنزل بمعلقه توم، بصوا شايفين شكلها حلو ازاي. هنزل بمعلقه توم، اقلبها كويس قوي. اول ما تدي ريحتها كده تطلع نزلت بمعلقتين صلصه، وكمان كوبايتين من عصير الطماطم. نقلبهم بقى كويس قوي. نزلت بمكعب مرقه لحمه، وهنزل كمان بمعلقه ملح ومعلقه سكر، وهقلبها بقى واسيبها تتسبك. احنا محطناش اي بهارات تانية عشان احنا كده كده اللحمه بتاعتنا حاطين فيها كل البهارات اللي ممكن تحتاجها، وكمان علشان ما نحس بطعم الكفته نفسها في الصلصه. نزلت بالكفته كلها 10 دقايق بالظبط وهتطفوا عليها. انا غطيت عليها 10 دقايق وتطفوا عليها. بصوا الكفته متماسكه من غير ما احطها في الفريزر ولا اي حاجه، ولا فرولت مني ولا اي حاجه خالص. حبيت اقدمها بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. تحبوا اللي انتوا حابين تقدموا فيه قدموا براحتكم. بس هي يا جماعه كانت طعمها حلو قوي وتحفه، والطريقه دي جديده ومختلفه، وحته البقسماط دي هي اللي هخليها تمسك معاكي وما تتفرولش من غير ما تحطيها في الفريزر عادي. ده لو انتوا مستعجلين زيي طبعا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس، وقولوا لي حابين نعمل ايه تاني ونعمله سوا. انا بصراحه بحب اشوف كومنتاتكم وتعليقاتكم، فانا بقراها كلها وبرد عليها كلها. اشوفكم في الفيديو اللي جاي. باي باي.